صباح الفل من قلب الصعيد. مكان جديد وكمان يعتبر بيتوسط العالم كله. يعني معلومة كده صغيرة، النهاردة فيديو جامد من وسط مصر. يعني ايه وسط مصر بقى؟ في الصعيد، صعيد مصر. وبما ان كده معلومة صغيرة معرفش اذا كانت صح او لا، اكتبوا لنا تحت في التعليقات ان مصر بتتوسط العالم واحنا في وسط مصر، يعني احنا في وسط العالم. يلا بينا يا جماعة نشوف ايه ده، يلا بينا. مبدئيا كده صباح الخير، هننزل نصور البلد العجيبة الغريبة دي. ده شارعنا يا جدعان، ده شارعنا. وليه صورت شارعنا؟ اكيد مش حبا فيه يعني او عايزة اعرفه اكتر، لا، في حكاية بسيطة كده. بعد ما فرحنا ان هو اترصف بقى والدنيا اتظبطت، جت في الحتة اللي فيها الرملة دي او بعديها بشوية في حتة هبطت جامد. حب يملوها رملة ويبقى موضوع وخلص بقى والدنيا تمام. كانت بتسحب الرملة اللي كانت بتاخدها. بعدين في ناس كتير من وسط المنطقة هنا قالوا ان دي آثار بقى وفي تحتيها حاجة. جت هيئة الآثار والدنيا اتقلبت وزي ما انتوا شايفين كده. وبعدين طلع ولا في آثار ولا في أي حاجة. والحتة دي أساسا كانت ترعة زمان، فالأرض هبطت لما حصل فيها مية أو ماسورة كانت بتسرب مية حاجة كده. صوت العصافير أجمد حاجة الساعة 6 كده وانت طالع ماشي. دي هنا قناطر ديروت، اتعملت أيام الإنجليز. ده يعتبر فيها فرعين، فرع بيودي للفيوم وفرع تاني بيودي للجيزة. يعني احنا لو قفلنا الدنيا هنا محدش هيروح له مية، ولا الفيوم ولا الجيزة. احنا سيطرة يابا. وده هنا شمال يعتبر مدخل السوق، اسمها كيسارية أو قيصرية. رحت عشان اساعد الحاجة، قالت لي كتر خيرك يا ابني تعيش، انا رايحة هنا بس. وطلعنا من السوق، دخلنا في الشارع ده الشارع اللي فيه الوكالة او بيتقال عليه هنا شادر. ده باقي الشارع يعتبر شارع المكتبات، اي كتاب او اي ملخص او اي حاجة ممكن تجيبها من هنا. وكمان في النادي الرياضي. ايه يا عم هتخبطنا يا عم فيه. وده زي ميدان صغير حطوا فيه شاشة كده بتعمل اعلانات اهي اللي في وشنا دي. وبعدين كوبري، ده كوبري القرشية أو الجرشية زي ما بتتنطق هنا، نسبة للي عمله جرشي باشا. فهو يعتبر كان صاحب كل العماير اللي قدامنا دي. الناحية التانية من الكوبري كان هو صاحبها كلها، أقصد الأرض اللي كانت مكان العماير دي كلها. وكده نبقى دخلنا هنا في منطقة أبو جبل، اللي يعتبر سعر المتر فيها بيضرب أرقام فلكية كده. معرفش ليه. وده ميدان ديروت. ده اشهر ميدان موجود في الكوكب بتاع ديروت ده كله. يعني مفيش حد في ديروت ملوش ذكريات عليه. وبكده نتكلم شوية عن ديروت. ديروت فيها 38 قرية وعزبة ونجع، يعني من أكبر المراكز اللي موجودة في مصر يعني عموما. وتاني حاجة الاسم الأساسي ليها كان اسمه تيروت مش ديروت. مع الناس والتطورات والكلام ده كله اتقلبت التيل دال، ويعني الكلمة باظت. تيروت معناها الشجرة الكثيفة أو الأم المرضعة. كده احنا في اتجاهنا للمحور الجديد اللي عاملينه، بيربط ما بين الصحراوي الغربي بالصحراوي الشرقي، يعني بيربط الاتنين ببعض.
جماعة ده المحور اللي اتعمل جديد هنا في ديروت. ده يعتبر بيربط ما بين الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي. يعني هو لسه لحد دلوقتي مفيش حد بيطلع عليه كتير، بس هو شغال يعني. ويلا بينا. وبعد شوية مشي حلوين وظبطنا الدنيا، نقعد بقى نتحكى معاكم شوية. يلا بينا. فيديو سريع كده ما كانش متخطط له اساسا. بصوا البخار ده، اساسا الجو تلج هنا مش عارف ليه يعني، مع ان الشمس طالعة والدنيا حلوة. واحنا في ايه يا جدعان؟